أنا اسمي فاطمة، أنا معيدة في جامعة القاهرة. أنا مشكلتي إن أنا باتعرض للتحرش كل مرة بانزل فيها الشارع، وطبعًا عشان دي حاجة كانت بتضايقني حاولت أغيرها بكل الطرق. لبست جيبات بدل بنطلونات، لبست واسع بدل ضيق، بطلت أحط ميك اب، لبست غامق، مشيت مكشرة، مشيت بسرعة، بطلت أتكلم بصوت عالي في الشارع. مفيش أي حاجة من دي جابت نتيجة طبعًا. الكبار بيتحرشوا، الشباب بيتحرشوا، حتى الأطفال كمان بيتحرشوا. أنا كمان كنت خايفة إن التحرش اللفظي ممكن يتطور لتحرش جسدي، وعشان كده دورت على كورسات للدفاع عن النفس عشان أعرف أدافع عن نفسي. وفعلا أخدت الكورس، وبعديها كنت ماشية مرة في الشارع في الزمالك، وعديت من جنب عربية كان فيها واحد قال كلمة ملهاش لازمة، فأنا قمت راجعه له ووقفت له، قلت له احترم نفسك. قال لي خلاص ما حصلش حاجة. قلت له تاني احترم نفسك، فالمرة دي اعتذر لي وقال لي أنا آسف. ومن ساعتها قررت إن أنا مش ساكتة، وأي حد هيتحرش بيا أنا مش خايفة منه، وهقف له وهاخد حقي.